وش عارف بلي كاين لاعبين كبار كانوا قادرين يلعبوا مع منتخبات عالمية بحال إسبانيا، فرنسا وهولندا، ولكنهم فضلوا يرتدوا القميص المغربي. وش كان هذا الاختيار نابع من القلب ولا كان فقط مسألة مصلحة؟ الحقيقة غادي تصدمك، وختبقى مفاجأة كبيرة لجمهور كرة القدم. ابق معنا حتى النهاية باش تعرف جميع التفاصيل. وعد حكيم زياش، قصة العودة بعد القطيعة. حكيم زياش نجم تشيلسي السابق بدأ مسيرته مع الفئات السنية للمنتخب الهولندي، ولكن في 2015 قرر يبدل الوجهة ويمثل المغرب. هذا القرار خلى الإعلام الهولندي يغلي، وكاين اللي قال بلي هادشي كان غلطة العمر. ولكن في مونديال قطر 2022 زياش رد على الجميع، وكان واحد من أفضل لاعبي البطولة، وشارك في ملحمة نصف النهائي التاريخي. شكون اللي ضحك أخيراً؟ لنا إبراهيم دياز. ضربة موجعة لإسبانيا. إسبانيا كانت باغية إبراهيم دياز يلعب معاهم، خصوصاً أنه تربى كروياً في مانشستر سيتي وريال مدريد. ولكن المفاجأة كانت كبيرة في مارس 2024، حيث قرر يلبس قميص أسود الأطلس، وبسرعة كبيرة فرض راسه وسط المنتخب. وحتى في الملعب أثبت باللي القرار كان صائب 100%. وها هو دابك يتصدر هدافي تصفيات كأس إفريقيا 2025. تصور معايا لو كان لعب مع إسبانيا كيفاش كان غادي يكون الوضع. 3 منير الحدادي، النجم الضائع اللي رجع للطريق الصحيح. منير الحدادي كان موهبة كبيرة في برشلونة، ولكن في 2014 ارتكب خطأ كروي كبير. لعب مع المنتخب الإسباني فمباراة رسمية، هذا الشيء خلاه ممنوع يلعب مع المغرب لمدة طويلة. ولكن مع تغيير القوانين أخيراً تحقق الحلم ولبس القميص المغربي في 2024. هل تدارك الوقت ولا كان متأخر بزاف؟ 4 أمين عدلي. كيفاش فرنسا خسرت جوهرة حقيقية؟ في 2023 الاتحاد الفرنسي كان باغي يستدعي أمين عدلي للمنتخب الأول، ولكن المفاجأة كانت أنه قرر يلعب للمغرب. وش كان القرار دياله نابع من القلب ولا كان كي يتبع مشروع المنتخب المغربي الطموح؟ الشيء المؤكد هو أنه داب واحد من المواهب اللي غادي تزيد تقوي خط الهجوم المغربي في السنوات الجاية. هذه الأسماء اللي ذكرناها مجرد بداية، والمنتخب المغربي ما زال كيجذب نجوم عالميين كل عام. وش كتشوف أن اختيار هذه اللاعبين كان صائب ولا كان عندهم فرصة أكبر لو لعبوا مع أوروبا؟ جاوبونا في التعليقات وشاركونا رأيكم، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو، شاركوه مع أصحابكم وتفعلوا الجرس باش توصلكم آخر الأخبار الكروية الحصرية. معاكم حتى الفوز بكأس إفريقيا.